بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المغاربة أسود ولبؤات الأطلس داخل الوطن وخارج الوطن، متابعي الأوفياء، لكم مني وحشة. جمعة مباركة على جميع المغاربة، متمنياتي لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن بالصحة والعافية وباش ما تمنيتوا إن شاء الله على بركات الله. الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم هو واحد النقطة خطيرة، والله العظيم لا خطيرة. حذاري ثم حذاري أيها المغاربة الأحرار. راه كيبان ليا من خلال الأفكار اللي جمعت وش الفيديوهات اللي شفت لهذا المهرج، راه كيبان ليا يريد تقسيم الرأي العام المغربي، تفرقة المواطنين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من الأخر هذه خلاصة خرجت بها وغنقول لكم علاش. على بركة الله نبداو الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. سورة الإسراء. يقول الله تعالى كذلك في آية أخرى من سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن اللي بغيت نقول من خلال هذه الآيات الكريمات أنه للوالدين حق علينا، فما يمكنش أننا نسمحوا بالضرب في العرض ديال الآباء ديالنا كيف ما كانوا. إذن هنا غادي ندخل معكم لصلب الموضوع فيما يخص ابتسام بنت الكولونيل. عارفة بأنه واحد المجموعة ما غيعجبهاش الحال، ودايوغ أنا تلقيت واحد الهجوم اللي هو كبير من عند حمزاوة اللي دخلوا على الخط في هذه القضية هذه، واللي ما غادي يزيدوها إلا مشاكل. وإحنا شفنا شنو وقع لدنيا بطمة، شحال كانوا تيطبلوا ليها حتى دخلوها للسجن. اللهم قوي إيمانك. بين عشية وضحاها أصبحت ركن المفتي كتعطي الموعظة. سبحان الله العظيم. دابا الأخت راضية، بلا ما غنبدا نقول لك أنا بعدوا القرآن، اتقوا الله في القرآن، بعدوا عليه وبعدوا على الأحاديث النبوية. واش اللي بغى يوصل شي فكرة عباد الله عبر اليوتيوب وبغى يدير موضوع يبدا يعطينا احنا يتلو علينا آيات قرآنية وأحاديث نبوية، مو من انت بغيت توصل فكرة خدم عليها، بلا ما تدخلنا بالقرآن، بلا ما ندخل لك في الحياة الشخصية ديالك ونقول لك التبرج. لا، كل شيء تعلق من قراءة كما يقول المثل المغربي. دابا الأخت راضية، واش انت عندك قناعة شخصية بهذه الحلقة اللي درتي وقمتي بالهجوم على ابتسام والتشكيك والتكذيب ديالها في الرواية ديالها؟ لا أظن. نوريك علاش. لأن واحد الستوري في الانستغرام كتيتي وتحفة، مأدوبة عمل بشي مطعم شي وجبة وخدمتو عليها مزيان وخديتي الإملاء اللي تملع لك وخرجتي بهاد الحلقة سالينا من الأخر. علاش؟ لأن انت أول البارح ولا ما عرفت أنا واحد الحلقة ديالك شاهدتها واحد الجملة أنا باقا الأرشيف لا يرحم. قلتي على الأخت ابتسام ولو يكون عنده 1% من الشك يؤدي إلى اليقين. قلتيها أنت والفيديو باقي كاين في الانترنت، بغيتي نجبدو لك.
دابا هنا كتبالينا بعتي الماتش، شو غيرك، شو بدلك؟ حنينتي تقى والله. وسبحان الله العظيم تدخل ديال الحلقة نسخة طبق الأصل من تحفة، المثير للاشمئزاز، كاع الناس عاقوا به، وفي الاخرية الشماعة ديال حمزاوة. دابا هذه هي النقطة الخطيرة اللي بغيت نناقش معاكم، وعطيتكم المقدمة ديالها وقلت لكم راه موضوع خطير المغاربة. دابا هاد التحفة ولا هاد الأخت هادي تا هي اللي خرجات تابعة. دابا تحفة لاحظوا معايا واحد القضية، بعدا أنا راه قلت لكم رانا دير عدة حلقات على دنيا باطمة، أنا ضد الظلم من الأخر، أنا لست بحمزاوي، أنا مغربي حر. وهاد الناس الغريب في الأمر التحفة راه كيتهم حمزاوة بأنهم خوانة للوطن، كيخونهم. ودابا الله يرضي عليكم، حنا بغض النظر على دنيا باطمة شكون انت اللي تخون شعب مغربي. كاين واحد معجب بدنيا باطمة بالاغاني ديالها ولا بالستيل ديالها، ولا هو حر، ساندها ما بغاش تشد بالحبس، ما بغاش تعتقل، نخونوه؟ لا، ما يمكنش. مغربي حر غيور على الوطن ديالو، عنده واحد الخطأ مشى مع دنيا باطنة ومبغاش تعتقل، نخونوه؟ مستحيل، هادي ما نقبلوهاش من الاخر. دابا السي تحفة مع المدة التوجه ديالو وحنا ما عارفين شكون هما اللي وراه من الاخر، لان السيد راه في امريكا كتوصلوا اسرار خطيرة، واي ملف بغا كيتجبد ليه، لا من المحاكم لا من الادارات. ابار غنزيد راه الفيديوهات ديالو باقين محفوظين في الانترنت، دخلوا لهم. شحال خبط في المؤسسات ديال الدولة، شحال ضرب على لطيف الحموشي، شحال خبط في رئيس الحكومة، شحال سائل المؤسسات لدرجة تجرأت على المؤسسة الملكية. ولكن ما تستحمرناش، حنا التوجه ديالك حاليا ما عارفينوش، ما عارفينك اش باغي دير. ودابا هو كيمهد. دابا راه لاحظوا واحد القضيه والله، وما تتبعوا في الطرح ديالو تيخونك، يتهمك بانك حمزاوي، وحمزاوي يعني خائن للوطن. شو الجرأة؟ ولا هو باغي يدير النص تاع المغاربه ولا الربع ولا الثلث، دوك اللي تابعينه هما الوطنيين احرار كيحبوا المغرب وكيحبوا الملك. اما اللي حمزاوي خائن للوطن. وكاينين الناس حاليا عرضوه في الملف تاع ابتسام لا علاقه لهم بدنيا باطمه، تا هما اتهموا حمزاوه، وابتسام دخلتها هي في الصف ديال حمزاوه. وشوفوا دابا ملي الناس هجموا عليه وانتقادات نهالت عليه، وهو ما بغاش يتنازل، لانه الله اعلم شنو الدافع ديالو وراه هذا الهجوم على ابتسام. الله اعلم، علامات استفهام كبيره. هو كيقول لابتسام تنازلي، ما تبقايش تخرجي الصحافه والمنابر الاعلاميه. ابتسام اللي عندها علاقه مع الملف، وهو اللي ما عندوش علاقه مع الملف لا من قريب ولا من بعيد ما بغاش يتنازل. يلا عنده صداقه مع خال ابتسام، والحاجه فاطمه مش تشرب معاه الشاي الدحميس، سيتو ما بغاش يتنازل على الملف. والمعنيه بالامر اللي كيهم الامر للاب ديالها لا خاصها تنازل، تنسحب، تسكت.
اللهم إنا هذا منكر. رجعوا لموضوعنا. هي راه خرج واحد اللايف كيقول لهم بأنه وراه حمزاويين خونة الوطن. دابا راه أي ملف يدخل فيه هو ويبدا يضرب في العرض ديال شي شخصية أو مسؤول ولو يكون شريف، هذاك الشخص كتهضر أشرف منه السكير وجوز راك سبحان الله العظيم. ملي دخل على هذا الملف ديال دنيا عفوا ديال ابتسام، الوجه ديالو زراق. شوفوا اللايفات جوج هادو وجهو زراق، تقول هذاك يضرب الروج. ما عليناش. دابا اي ملف يولي هو يدخل يخبط في شي شخصيه كما قلنا في السابق، نوضوا حنا كمؤثرين او راي عام مغربي، تكتب التعليقات تعطيه يخونك يتهمك بانك حمزاوي، حيدها لي من فمه. يعني هذا راه باغي يقسم لينا المغاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدير لك النص حمزاوي والنص تحفاوي. اللي تحفاوي راه وطني حر كيحب الوطن وكيموت على الوطن، واللي عارضو غيهز على ظهره هذيك حمزاوي خائن للوطن. حمزاوي ناضوا داروا الهجوم خونه. سبحان من خلقك. سير دابا الميساج حلوا هاد الهضره ديالي وبحثوا في الفيديو اللايفات ديالو وشوفوا راه ديما هو الحمزاوه مهداوي، نفس الاشخاص نفس الكلمات نفس الجمال، الضرب في الاعراض ديال الناس. هذا هو المواضيع ديالو وتصفيه حسابات مع الخصوم، وباغي يستعغلنا حنا كمتابعين نمشيو معاه في الخطه ديالو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.